السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جاي لكم النهارده في فيديو جديد. هنعمل مع بعض سندوتشات حلوه كده. معايا كاتشب على مايونيز، ضربتهم بالمضرب الصغير كده. ده الصوص بتاعنا. عندك مستردة حطي، معايا فلفل، ومعايا بصلايه، معايا طماطمايه، معايا طبعا حطيت على البطاطس شويه خل، ومعايا سجق شرقي، ومعايا عيش سوري. تمام، يلا بينا نشوف هنعمل ايه. معايا السجق اللي هو المتلج دوت، اللي هو الحسن الحسين. اول مره اجربه بس انا بحب البلدي اصلا. تمام، معايا بقى شرايح من الطماطم، شرايح من الفلفل، معايا من البصل. تمام، وطبعا معايا صلصه، ومعايا التوابل بتاعتنا. هستخدم بقى بهارات، هنقلل منها شويه ملح صغيره، فلفل اسود. تمام، عايزه تحطي كزبره وكمون زي ما انت عايزه، صويا صوص. تمام، يلا بينا نشوف هنعمل ايه. البطاطس اهيت على النار. تمام، هي طاسه واحده بس. معايا بقى الطاسه بتاعتي شويه زيت، وهنزل عليها بالسجق. بسم الله الرحمن الرحيم. عفوا، وهنقلب كويس جدا. هو كده كده هينزل دهونه. نقلب بقى النار شويه اللي يطرطش. وهنزل بالطماطم والفلفل بتاعتي. السجق بتاعي هنزل بالبصل بقى والفلفل يستووا مع السجق. تمام، انا هاخد معلقه من الصلصه كده، معلقه صغيره، احطها على السجق بتاعي مع الفلفل بقى الالوان. وهنحط الصويا صوص والتوابل بتاعتنا، وهنحط بابريكا كمان. تمام، وهيدبل كله مع بعضه. بقى معايا بابريكا، شويه ملح صغيرين، فلفل اسود، كمون، كزبره، بهارات اللي هي ال7 بهارات. معايا الصويا صوص. احط بقى شويه من الصويا صوص. بحب الصويا صوص او بابريك اللي هو عفوا اللي هو دبس الرمان، على حسب ما انت عايزه. بس دبس الرمان بيبقى ميزز شويه، تحطي اقل كمان. هنحط التوابل بتاعتنا. اهيت، وهنقلبهم كويس جدا. تمام، طبعا احنا قللنا شويه الملح عشان الملح دي الاكله كلها اللي احنا حطيناها، عشان السجق بيبقى مملح. طبعا انا بجيب سجق البلدي، بس جبت اللي هو المغلف ده اللي هو الحسن الحسين. بس اكيد انا حاسه ان هو طعمه مش هيبقى قوي، يعني مش احلى من الحاجه البلدي. وكده كده النص البلدي بيبقى ب70-80 على حسب المنطقه اللي انت فيها، حسب الجزارين. البطاطس بقى خلصت خلاص، حط عليها التوابل. يا جماعه، انا رجعت لكم بقى البطاطس اهيت، والسجق اللي انا عملته والصوص، ومعايا العيش. تمام، العيش، حط الصوص، هنحط السجق بقى بسم الله الرحمن الرحيم. كده، ونحط عليه البطاطس ونشوحه بحته زبده على الجريل. اتمنى كده تدعميني كده باللايك والاشتراك في القناه. عايزه تشوحيه بس بشويه زبده، وتحطي خيار وخل، او مثلا تحطي طماطم وفلفل زي ما انت عايزه، من غير ما تعمليه بالفلفل الالوان والبصل والكلام ده. تمام، السندوتشات اهيت، وحطيت عليها جبنه موتزاريلا في الاخر في السندوتش. تمام، عفوا ما صورتش معاكم. حطيت حته زبده،
عارفه ان النور هيقطع بقى فايه، والموبايل في الشاحن، فايه هصور معاكم بقى ايه وانا بحمره كده على طول، وبعد كده ايه نشوف هيبقى شكله عامل ازاي. كده تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه تعمليه برقاق طري بيبقى جميل برضه. ان شاء الله بقى اعمل معاكم الكريب. اتمنى كده لو اول مره تشوفي القناه بتاعتي اضغطي على كلمه اشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك اي الفيديو بتاعي النهارده. اتمنى كده يعجبكم. بصوا 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 مقرمش وجميل ازاي. احلى سندوتشات دي ولا ايه؟ اتمنى كده تدعميني كده باللايك والاشتراك والقناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.